مرحبا بكم متابعينا في فيديو جديد. سنعرض عليكم في هذا الفيديو أغرب وأخطر هجمات الهاكرز في العالم، حيث استطاعوا تهكير مجموعة من الشركات من ضمنها أمازون ومايكروسوفت، وجنوا ملايين الدولارات. واستطاع أحد الهاكرز من تهكير قاعدة عسكرية أمريكية ومركز أبحاث للدراسة الذرية. ومن بين هؤلاء الهاكرز شخص عربي، فلنشاهد الفيديو. في يوم غير عادي استيقظ العالم على 60 مليون حاسوب في أنحاء العالم اخترقوا دفعة واحدة وسرقت الحسابات البنكية لمالكي هذه الأجهزة في هجوم استهدف 217 مؤسسة مالية في أنحاء العالم. سنعرض إليكم أشهر الهاكرز في العالم وأشهر الهجمات التي قاموا بها. الهاكر حمزة بن دلاج. إذ استطاع الهاكر الجزائري حمزة بن دلاج الاستيلاء على ملايين الدولارات، طاردته المباحث الفيدرالية الأمريكية وقبضت عليه وأشاعوا أنهم أعدموه، لكن في النهاية تلقى حكما بالسجن لمدة 15 عاما. ولم يكن هذا هو الهجوم الأول ولا الأخير لعباقرة الحاسوب الآلي، فهجمات الهاكرز تكلف الدول والمؤسسات والأفراد ما يقارب من تريليون دولار كل عام. وسنعرض إليكم أخطر هاكرز في التاريخ وأخطر الهجمات. كيفن بولسون أو المعروف بكيفن دارك، الذي اخترق مجموعة خطوط الهواتف للفوز بسيارة بورش تقدمها إحدى محطات الراديو للمشترك المحظوظ لينجح في الفوز بالجائزة، ثم يكتشف أمره ليقضي عقوبة قدرها 5 سنوات، وهو الآن يمارس عمله صحفيا في مجال الأمن والحماية. مايكل جالسي. ويعد الكندي مايكل جالسي المعروف بمافيا بوي صاحب إحدى أكبر الهجمات في التاريخ، إذ قاد هجوما واسعا عام 2000 على مجموعة من الشركات والمصانع، منها أمازون ومايكروسوفت وموقع CNN الأخباري وموقع شركة فيفا للألعاب الإلكترونية، ليصبح أحد رموز الهاكرز في العالم. ماثيو بيفان وريتشارد برايس. أما عن الأعمال الخطرة فقد وصل الثنائي البريطاني ماثيو بيفان وريتشارد برايس إلى قمة الخطورة حين نجحا في السيطرة على قاعدة عسكرية أمريكية ومعهد أبحاث الطاقة الذرية لكوريا الشمالية، ونقلا معلومات كورية سرية إلى القاعدة الأمريكية، مما هدد بنشوب حرب عالمية ثالثة. ولاحقا قبض عليهما ليقولا في التحقيقات أنهما كانا يحاولان إثبات نظرية المؤامرة. جوناثان جيمس. أما عن الفتى جوناثان جيمس فقد كان أصغر من سجن في جريمة قرصنة في العالم، إذ اخترق منظومة وكالة ناسا الأمريكية وهو في سن 15، وبعد عدة سنوات من تنفيذ العقوبة اتهم بسرقة ملايين الدولارات نتيجة هجوم على إحدى الشركات التجارية على الإنترنت، فأطلق الرصاص على نفسه تاركا خطابا يوضح فيه عدم مسؤوليته عن السرقة وعدم اقتناعه بنظام العدالة. أسترا. وعن أكثر القراصنة غموضا فهو المعروف بلقب أسترا، وهو عالم رياضيات يوناني اخترق نظام شركة طيران داسو الفرنسية لمدة 5 سنوات، استولى خلالها على معلومات سرية وباعها لأكثر من 250 شخصا في أنحاء العالم. حين ألقي القبض عليه رفضت السلطات اليونانية الإعلان عن هويته، ليبقى أسترا خفيا كما كان دائما. وهكذا يظل الهاكرز يتطورون مع تطور نظم الأمن والدفاع، وتظل هجماتهم مصدرا للدهشة والإعجاب والرعب في آن واحد. أخبرنا في التعليقات ما رأيكم بالفيديو، وبرأيك ما هي أخطر هجوم لهاكرز في العالم. وانتظرونا في فيديو جديد.